عمدة نيويورك، إريك آدمز والدراما والمشاكل اللي ما بتخلص. طبعا، عمدة مدينة نيويورك عليه قضايا فيدرالية تتعلق برشاوي وهدايا خدها من حاجات أجنبية، خصوصا من تركيا. والموضوع دوت موضوع كبير وفيه مشاكل كبيرة بقاله فترة، وهو بيحاول يوصل لحل يحمي بيه نفسه، خصوصا ان في انتخابات قادمة في المدينة على منصب العمدة كمان، فهو عايز يحافظ على مكانه. فالرئيس دونالد ترامب عمل له عفو رئاسي عن المشاكل الفيدرالية بتاعته ديت قبل محكمته، بحيث ان هو يحميه انه يدخل المحكمة اصلا، يعني يحللوا الموضوع قبل ما يدخل. طب يحلوا ليه الموضوع قبل ما يدخل؟ اكيد لان هو شايفين ان هو لو دخل هيدان. كويس. فهو عمل له العفو دوت. ففي لغايه دلوقتي 6 مدعين عامين، من ضمنهم المدعي العام الخاص بنيويورك، استقالوا رفضا ان هم مرضوش ينفذوا قرار استقال العفو عنه. يعني الملف بتاعه اتسحب من كذا مكتب، من مكان للتاني، بيحاولوا يلاقوا حد يعملوا العفو بتاعه. فهو في ورطة حقيقية يعني. ففي نفس الوقت هو بدأ يتعاون مع إدارة الهجرة، وكان عنده اجتماع مع قيصر الحدود. ومدينة نيويورك هتتعاون بشكل كبير جدا مع إدارة الهجرة عشان ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين. ده نقطة تحول كبيرة جدا في المدينة. المدينة اللي هي مدن الملاذ الآمن، المدينة اللي بيجي عليها مهاجرين كتير جدا من كل مكان، من كل بقعة في الأرض دايما، وبتبقى أول اختيار ناس كتيرة بتفكر فيه لما تيجي أمريكا. هتبدأ تتحول إن هي تبقى مدينة مش من مدن الملاذ الآمن. طبعا في مشاكل كبيرة جدا في المدينة. وهو يعني ادارته مش اداره كويسه، فيها لخبطه وفيها لغط وفيها كلام كتير جدا عليها. المدينه بتعاني من ارتفاع كبير جدا في نسب الجرائم ومشاكل بلا حدود. غير ان انت هتلاقي المدينه دلوقتي بقت حتى موضوع التعريفات اللي بتدفعها في كل حتة، ان انت حتى لما تيجي تدخل منهاتن بقت تدفع فلوس في الكوبري او التانل او النفق او الحاجة اللي انت داخل منها، وتدفع فلوس تاني كمان لما تدخل الميد تاون. فبقى في تكاليف كبيرة جدا على الحياة وعبء كبير جدا على الحياة هناك. فهو بيحاول ينجو بنفسه، يعني بشكل واضح جدا يعني. بيحاول ينجو بنفسه، وسياسات المدينة ممكن تتغير بشكل كامل إلى الأبد بسببه. طيب، السؤال الأهم هو لو خلص موضوع العفو دوت ونزل تاني انتخابات، هل تعتقدوا إن الناس ممكن تنتخبه تاني بعد كل اللي شايفينه ده؟ المدينة هو طبعا ديمقراطي، ودونالد ترامب جمهوري، وهو بيغير جلده وبيغير كل حاجة عشان خاطر ان هو يحمي نفسه. فهل الانتخابات الجاية هتجيب حد ديمقراطي تاني؟ هتجيبه هو تاني؟ هتجيب حد جمهوري؟ هنشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. المدينة مدينة جميلة، فيها تنوع كبير، فيها حاجات كتيرة، فيها أنشطة كتيرة، الناس من كل حتة فيها. كل حاجة الناس بتحبها عشان فيها تنوع كبير، فيها حياة مختلفة. هتلاقي ناس من كل حتة، من كل مكان. هتلاقي مطاعم من كل حتة، من كل شكل، من كل لون. محلات من كل شكل. هتلاقي احتفالات بكل حاجة. هتلاقي في جوامع، هتلاقي في كنائس قبطية مصرية مثلا. هتلاقي في حاجات جميلة جدا فيها. بس هي المشاكل فيها بدأت تبقى كتير أكتر من العادي. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي، وتحياتي.